سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كان بخير. نتوما تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم جيتكم اليوم بلا سوب تاع القرعه مع لي شوسون بدلوا بهم شويه في رمضان. نبداو حاجه بلا سوب، نسحقوا فيها قرعه بطاطا ومنها نستغلوا القرعه اللي ما يحبوش ياكلوها. نسحقوا بصل دي مورسو تاع الدجاج ماشي اوبليجي، اذا كان متوفر، اذا ما كانش متوفر عادي، كرافس، ثوم، توابل وكوب تاع جامبو. وهي نروحوا نبداو كيف كيف. نبداو اول حاجه في الكوكوطه تاعنا نديروا الزيت والزبده، نخلوهم يذوبوا شويه ونديروا عليهم الدجاج، البصل، ديروا كلش على ضربه واحده، البطاطا والقرعه، الثوم، الكرافس، ونخلوهم يتقلاو. اساس لا سوب تاعنا باش تجينا بنينه هي انك تخلي المكونات تاعك يتقلاو مليح 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 حتى يطيحوا. نزيدوا عليهم توابل، انا درت فلفل كحل، كركم، الكيب تاع الجامبو دجاج والملح. تقدروا تزيدوا زنجبيل وزعتره اذا كان متوفر، انا ما كانوش عندي ما درتهمش. مور ما خليتهم تقلاو، شوفوا زادوا تقلاو مع التوابل، نروح نمرقهم، مرقوهم قسم ما يتغطى الدجاج والخضرات تاعكم وخلوهم يطيبوا. لا سوب ما تشدش الوقت بزاف، تقدري ديريها في رمضان غير مع العشيه وانتي تهنيتي. مور ما طابت لي لا سوب تاعي نحيت هذوك لي مورسو تاع الدجاج، قلت لكم ماشي اوبليجي، تقدروا ما ديروش ولا ديروا كركاس تاع زدر ولا تكونوا نحيتوه. مور ما طابت لي كنت نحيت هذاك الدجاج وفتتو، ومن بعد نزيدوا لها مع التالي ورحيت لا سوب تاعي وزدت لها هذاك المورسو تاع الفرomاج، ورحت ندير لي شوسون تاعي. نسحقوا فيهم كاس حليب، فرينه، نصف كاس زبده ذايبه، زيت، وقرصه خماره تاع الكاطو وشويه ملح. خلطت المكونات تاعي وزدت لهم الفرينه. احسب لي كنت نصور ما كنتش نصور، المهم حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. انا الحشو درت تشكشوكه عادي، نتوما الحشو يبقى اختياري. درت البصل تاعي كرملته ومن بعد زدت عليه البصل، زدت عليه الطوماطيش، درت ملح، فلفل كحل، هذا واش درت لها. تحبوا تزيدوا رند، انا ما يحبوهش، ولا زعتره ثاني تجي بزاف بنينه. مور ما كملت الحشو تاعي وخليته يبرد، رحت فتحت العجينه تاعي، فتحتها بسمك رقيق وزدت فتحتها ودرتها في هذا الطابع اللي يساعدكم يخرج لكم الحبات شابين ومتحوفين. درت الحشو تاعي، زدت عليه شويه فرomاج بلون، شويه فرomاج غابي، وغلقت عليه ونحيت هذوك الزوائد تاع العجينه ولغيها. هذا المول يساعد، انا كنت دائما حابه نشريه ومن بعد نقول ما عنده حتى فايده، بصح خرجوا لغي هايل. ومن بعد درت الحبات تاعي في البلاطو اللي ندخلوا للفور، ودرت لهم البيض وزدت زينتهم بالسانوج. تحبوا ديروهم جلجلان ولا تحبوا تخلوهم هكا، ولا تقدروا حتى دير لهم حبه زيتون من الفوق، ودخلتهم يطيبوا. وهذه الريزلتا، شوفوا لا سوب كيفاش جات بنينه. ان شاء الله تجربوها تستمتعوا بها، وما تنساوش تزوروني في انستغرام، راني حطيت لكم لهنا. نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو في رواحكم، باي.